السلام عليكم ومرحبا بكم في مدينة مردان في رحلتنا من المغرب إلى مكة بالسمية. اخوان، اليوم موجودين في هذه المدينة الزوينة ديال بصح. من بعد ما رفضوني من الحدود السورية فقررت نمشي على الطريق ديال كردستان على العراق ولا شمال العراق. فلهذا تواجهت، والبارح سكت واحد 520 كيلومتر من الحدود، وصلت لهذه المدينه الزوينه وقررت نوقف فيها واحد الليله بت فيها شفتها. دابا غنشوفوا واحد شويه مع بعضنا. مدينه اللي زوينه بمعنى الكلمه تبارك الله، عندها كثير من التاريخ، كثير من التاريخ تبارك الله، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مدينه مردان الاخوان كتحس بهي الشبيهه ديال القدس في فلسطين، يعني البنية والطريقة والديانات وشوية ديال التاريخ قريب بزاف من القدس. دي حاجة زوينة ديال بصح. بالحكم كأن للأسف ما زال ما زرتش القدس، وباقي ما عرفش امتى غيكتب لي ان شاء الله. فصراحة فرحان باش نزور واحد المدينة اللي مثيلة ديال القدس. هذه حاجة زوينة. فالحمد لله رمضان دايز بخير، مزيان ولا خير. البارح هنا، يعني البارح كنت تقريبا هنا في هذه المنطقة، ففطرت مع واحد السيد السوبر مارشي، وقفت نشري شي حوايج وتكونيكتيت بالويفي من عنده. فسولني قال لي واش صايم، قلت لي قال لي الا بغيتي غتفرحني تفطر معايا ان شاء الله. وحاجه اللي عجبتني بزاف في هاد مردين كاينين بزاف ديال الناس يهضروا بالعربيه تبارك الله. مدينة مردين كانوا كثير من العرب يعني من شحال هذه، فحاجة زوينة هذه. مكتوب هنا بالعربية نقل محل الجامع الشيخ شابق، مكتوب بالعربية وبالتركية. زوينة تبارك الله، زوينة زوينة زوينة. شوفوا بيمة هنا كيفاش دايرين، وماشي بحال البيمات الاخرين، يعني الطريقة داكشي مختلف، ما كاينش كيفاش نشرح. زوينة تبارك الله. هنا هذاك القاضوات وداكشي حنا غيريهم هنا سيراس السورياني. هذا خمر. هاد المنطقة معروفة حتى بالخمر. حسيت براسي بحال في شي منطقة أخرى. ما شاء الله. هاد المدينة الإخوان فيه الكثير من الديانات، فيه المسلمين ولكن نسبة كبيرة مسلمين. ما شاء الله. زوينة ديال بصح. نوقفو نشوفو واحد شوية، ناخد بعض الصور، حتى الصراحة ما عرفتش امتى غنرجع لكردستان. شوف المسجد مبني بواحد الطريقة مختلفة. شيخ السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ سوري، وايش كيف حالك؟ لا انا من المغرب. مغرب؟ من فاس. من فاس؟ انت من مغرب؟ من فاس جيت على الموتور لونين؟ نعم. ها؟ نعم، وراح المكة ان شاء الله. كم كيلومتر من فاس لونين؟ 8500 كيلومتر. 8500 كيلومتر على موتور جيت؟ نعم. بس على الدنيا مو لا مو تقنية. لازم تقول ما شاء الله. ما شاء الله. حياك الله. بس تقريبا على تجي لماردين؟ هذه اول خطره نجي لهنا. ماردين حلوه. ماردين ما شاء الله كثير جميله، وفرحت كثير كان الناس تحكي عربي. ايش ال الاسم هذا موتور مغربي. المغرب؟ نعم 125. هذا في الحار شيخ مو تمشي كثير على يمو في الحار. لا في الحر لا، اروح قليل، يعني اروح وتوقف. كم كيلومتر وتسكن؟ 150 كيلو. 150 وبعدها تسكن كم؟ نصف ساعة نص ساعة وبعد اروح. تبرد الموتور. صح. لانه موتور صغير. ايه. انتم كيف تحكوا عربي جيد؟ والله جيب حط موتورك هون. نعم.
وسكرها هون ما في مشاكل. انا ب5 دقائق واروح ان شاء الله. ما في مشاكل. اوكي. انا ايه احكي عربي؟ انا تفهم مني كويس؟ افهم كثير. والله لهجتك سهله ما شاء الله. انا كردي بس. اه عربي. إيه. ما شاء الله. في مردين في انا اسم محمد. انا اسم تورني ابن ابني محمد، انا اسمي مهدي. مهدي ما شاء الله. اهلا وسهلا بك. الوضع هنا كثير جميل والله الحمد لله. الدعوات والله اليوم ان شاء الله طالع على كردستان، على كردستان. ايه شمال العراق يقولون هنا. احسن. شلون حال المغرب يعني ايكونومي يعني الحال؟ والله الحمد لله كويس. والله الحمد لله. والله نحن هنا كثير غالي في تركيا. في السنين الأخيرة صح في كثير غلاء، ولكن الحمد لله. اهلا. هاي كم سنة عمرها الموتور؟ هذه الحين عندها 11 سنة. 11 سنة ما شاء الله. هذا موديل 2014. والله كويس. طلع كويس والله. لا والله الحمد لله. كم مرة انت الموتور عمرت؟ عمرت ما ثاني. الموتور يعني عمرت الموتور؟ لا اوريجينال. كم ألف سوال كم ألف؟ 40,000 وممكن حتى أكثر. كم ألف شيء هاي كم ألف؟ أما على قولات المعلم اسمه معلمك أما زورت الموتور هيدي على مالك. نعم. فاسياتي ويا كردستاني. وما يحكي عربي؟ لا هو يفتهم بل هو كردي. أنا زي كردي. أنا بعد 24 سنة تعلمت عربي. صح. بس ما كتابة ما أعرف أحكي. أنا تكلمت مع ناس هنا قالوا لي كنا يعني تحكيوا ولكن كلام ما تقرأه صعب. ولكن القرآن تقرأه؟ لا والله ما قرأت وما تعلمت القرآن. مو نعرف كتابة ومو نعرف نقرأ القرآن. اي والله يعني عين الله علينا. أصلا مسلم بس القرآن ما انت الانسان كان عربي تحكون خفيف تعلموا القرآن. صح. نحن وقت العثماني كتابتنا عربي، كانوا يعرفون عربي وقرآن وكل شيء. وبعد تبدل الجمهورية ما بقى تبدل الكتابة العربية. شو مجال مني اتكلم. وهذا مسجد؟ لا هذا مدرسة. هذا الموزة. ميوزم. ايوه روح فوت شوف. حلوة جميل. بتروح شوف شوف ودور ما على شيء الموتور ما على شيء. اجر هونيك وروح شوفها قال لك وقت. صح. لا ولكن يتطلب وقت كثير. ايه تمام روح شوف دور لك 10 دقائق 15 دقيقة هونك ما جيب الموتور. هالموتور عند ابني فيه من هالموتور. ايه اسمه اشوي الموتور بس مو عند ابني زي فيه. نفسه مو نفسه بل بس يشبه. اسمه اشوي او اسمه اشوي اسمه. هذا اسمه سيميا. بس يعني يدخل بلكي نفسه. بلكي يبدل لسه. ما شاء الله. اخي ممكن تاخذ لي صورة؟ صور ما في مشاكل. لا ما في مشاكل الحمد لله. انت ممكن تاخذ لي صورة من هنا؟ ايه ما شاء الله. عرفت باللي كاين واحد النسبة ديال العرب اللي مازال ساكنين هنا. اخي مع السلامة حياك الله. اللهم امين يا رب. ما شاء الله على جمال يا اخوان. ما شاء الله. هذه وقيلة من اكثر المدن اللي حبيت في تركيا. واحد الحاجة زوينة عند الاتراك في التقاليد ديالهم كان ديما كتب عندهم المسبح، يعني ديما يسبحوا تبارك الله. يا لها من جمال. شوفوا معايا بنك كيفاش مقادة تبارك الله. المدينة راها اخوان قديمة ديال بصح. يا لها من جمال. السلام عليكم. هذه هي واحدة من أكثر المدن اللي مني غادي نرجع ليها غادي نبقى فيها واحد القلة واحد السيمانة. دابا بقيت فيها غير نهار وعرفت واحد السيد اللي هو كردي هو ضايفني اليوم
عاودت لي صراحة بزاف على هاد المنطقة، فعجبتني ديال بصح. غير هو ما تجيوش برصت لي راسي من تجيوش سياسيين، بقى هضر معايا لي تبخ لي راسي. قلت له اش غدير بلاش بركة. شوف معايا تبارك الله. يا له من جمال، ما شاء الله. استغفر الله. اوه حوايج الاكراد عندهم واحد الثقافه مختلفه في الملابس، فهادو داخلين في الثقافه ديال الكرديين. يعني الملابس، هاد الملابس ديال الاكراد صراحه تفكرت واحد شويه حتى من زرت لايران، في بعض المناطق كانوا فيها بزاف ديال الاكراد قرابين لبعضياتهم. شي صراحه زوين ديال بصح تيفرح. فالاخوان حنا ديما موجودين في دوله تركيا، حتى في شي دول اخرى. انا ما نبغيش ندخل في السياسه صراحه، من اكره الاشياء اللي بكرههم هما السياسه. حتى صراحه ما بغيتش نجبد مشاكل على راسي وما بغيتش نجبد مشاكل على الناس. فانا زرت يعني الثقافه، اما السياسه كيفاش دير الوضع هادي. واو شوفوا ما شاء الله شحال زوين، ما شاء الله ما شاء الله. الحوان التسادين ما عرفتش علاش. هذه هي المدينة القديمة، ولا كيف ما تيقولوا الاولد بازار. انا صراحة ما زرتش الاخوان، ما زرتش سميتها هادو طاليان. اخوان ما شاء الله، ما عرفتش واش هذا احجر ولا رخام، فكاين بزاف. السلام عليكم. يا لها من جمال. هاد المنطقة مني كانوا جاو العرب هنايا، فكانوا ساكنين فيها العرب لكثير من الأسباب. لأنها هي هاد المردين ولا هاد المدينة القديمة في هاد البلاصة هي البلاصة العالية في هاد المنطقة. فمن هنايا نقولوا الناس اللي كانوا ساكنين ولا الرؤساء ولا الشيوخ، يعني بحال غنقولوا كانوا مكونترولين كاع هاد لازون، حتى شوفوا ما كانوش يشوفوا. يعني مني كان مثلا جاي شي حد محاربهم ولا شي حاجه تشوفوه من البعيد. وهاد الحاجه صراحه فكرتني في غرناطة مني كانوا فيها الاندلس، فهما كانوا ساكنين الفوق، يعني في واحد البلاصه، يعني على ماشي في الجبل ولكن من اعلى بلاصه، هي فين كاين القصر الحمراء ولا الهامبرا كما تيقولوا الاسبانيوليين. فصراحه مرضين فكرتني انا واحد شويه في الاندلس. حيتاش هذا شنو هو بربر، هادشي ديال البربر ما كاينين حتى الامازيغ خاصنا هنايا. ف مني كنزور بحال هاد البلايص اللي كانوا فيهم العرب شحال هادي، معرفتش كنشوف كاينه فيهم بالكثير من الثقافه العربيه، وشي فرحوني صراحه بحكم كانني عربي. تمني زرت الجنوب ديال اسبانيا كنت سعيد، يعني كنشوف فين كانوا جدودي شنو مخلين، فما كانوش كيف ما تيقولوا سياسيين دابا تفعلوا الحرب وتخسروا في كل شيء، لم اظن. المهم هادو اشياء سياسيين ما نبغيش ندخل فيهم. هذا مسجد حتى هو ما شاء الله ما شاء الله. فغير هو في هذه المنطقة كاينين كثير من المشاكل السياسية
وانا بحكمك انا ما باغيش ندخل فيهم. فكاينين صعيب تفهم الاراء ديال الناس، كل واحد وعنده الرأي ديالو، فكاين بزاف ديال الاختلافات. فشيء عادي، نحترموا كاع الرأيات كاع الناس، ولكن خليها احترمك ولن اتبعك يعني من قبلك. السلام عليكم. اظن كان هذوك الناس كانوا عرب، الاغلبيه من يكونوا دايرين هذيك. شنو هو تبيع الزيتون؟ هي حتى القدس حتى فلسطين معروفه بالزيتون. هنا دابا غادي نبداو خارجين من المدينه القديمه. مدينه قديمه راها صراحه ما كبيرش، صغيره. تقريبا دزنا دابا، يعني مو هو الشارع الرئيسي هو اللي دزناه دابا، وعاد باش كاين كلشي زناقي وطلعات بالدروج. صراحة زوينة، مازال غنرجع ليها الاخوان، غادي نرجع ليها ان شاء الله، غادي نرجع ليها وغنبقى واحد السيمانة وممكن حتى اكثر. حيت حتى صراحة رجعت فيها، غير هو ما صبتش فيها الهوستل، ما صبتش فيها اوتيلات كاينين، غير هما صراحة الاسعار شوية زايدين، ولكن يستاهلوا صراحة، يستاهلوا. منطقة اللي زوينة. هي بينا دابا غنمشيو نزورو واحد البلاصة اخرى اللي حتى هي شفتش ونصحوني بها بعض الناس باش نزورها، حتى هي زوينة بزاف ومحسوبة من البلايص القدام، وكانت مهم عندها علاقة ديما بالكردستان وشوية بالعرب. وعاد باش هنا ما دايزينش غير العرب والكردستان، دايزين الفرس. يعني الفرس حتى هما كانوا في هاد البلاصة، الارمانيين حتى هما كانوا في هاد البلاصة، العشمانيين حتى هما كاينين في هاد البلاصة، حاليا كاينين الاتراك. فكاينين الكثير من العروق في هاد المنطقة، يعني ما كاينش غير عرق واحد. ما كاينش مثلا غير الكردي ولا غير التركي. هذا على ما عرفت انا، والله اعلم، راه ديما يقول الله اعلم. واو، الطوموبيل ما عرفتش من بلاك عندها. في هذه المنطقة شفت بعض يعني السيارات ولا الطوموبيلات بالبلايك ديال العراق الاخوان، هنايا تيجيو العراقيين. شفت واقيلا حتى لدابا شي 3 ولا 4 الطوموبيلات. شوف دابا هاد البلاصة مختلفة ديول بصح على البلاصة الأخرى. هادي بلاصة شعبية، ولكن حتى في مردان ولو بلاصة زعما سياحية وقديمة وداكشي، اخوان راه الناس ساكنة عادية، عايشين حياتهم عادية كيف ما كانت شحال هادي. ماشي تقول زعما واقي ما عرفتش، ممكن من هنا لقدام التغيير، حيت الاغلبيه هاد البلايص بحال هكا مني مثلا تيتشهروا يجيو ليهم السياح، تيضيعوا هذيك القيمه ديالهم وتيوليو زعما كلشي السياح، فما تيبقاوش ساكنين الناس، تيوليو كلشي غير هوطيلات. تيوليو مثلا غير السياح، الريستورات، البيع، يعني خدامين غير مع السياح. فهنايا لا، هنا مازال كاينين واحد النسبة كبيرة ديال، ماشي نسبة كبيرة، وقيلا كلشي باقيين عايشين عاديين. المهم صراحة ما عرفتش واحد النهار واش غنتيق كأن انا درت هجرتي، يعني بموتور من المغرب، موتور صغير سيميا، موتور عنده تبارك الله 11 عام، غنسافر بيه وغنمشي بيه لتركيا وغنجي بيه هنايا لهاد المناطق. شو دابا فين غادي، شو الطريق اللي ديز منها، الله مستغرب بالله. مستغرب بزاف، يعني بحال شي فيلم ولا شي حلم ولا شي حاجه اللي ما واش حقيقه ولا لا. حتاش تعيمت ما فهمتش والله. انا تخيلوا دابا نتوما، اظن غتجيكم غريبه، انا براسي بايدي ومستغرب، ما بحال ما متيقش. السلام عليكم. موتور هز فيه سيكان، عندي فيه لاطونات، عندي فيه الماكلة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اخوان دعيو معايا ديما، تفكروني في الدعاء ديالكم في الصلاة،
لازم الاخوان، حيت الدعاء مهم ديال بصح بالنسبه ليا. حيت الدعاء ديالكم الحمد لله يعني كثير من الاشياء تتيسروا، وكل شيء بيد الله عاوتاني. غادي نحاولوا ندخلوا. هو هذا مع التنزين تيتنزن واحد شويه، كتبان طق 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 طق. نظن كان كاين شي كرو مزير، ماشي مشكل نمشي دابا انا هادو. تما كاين واحد الطوموبيل. شو هادي مثلا البلاصه اللي خاصها تكون سياحيه، خاصها تكون زعما بالخلاص تدفع باش تشوفها. دابا الزوينه بالموتور هي تزور اماكن بحال هادو. الا كنتي بالاوتوستوب ما كتقدرش تزورهم، يعني تكون شويه صعيب توصل ليهم، ولا بالترونسبور خاصك تاخد طاكسي كتطلع لك غاليه. اما بالموتور ديالك فين ما بغيتي تمشي. تبارك الله هادشي راه كبير ماشي غير. خاصهم يكونوا زعما بحال الكهوف ولا. شفت صراحة واحد الصورة، معرفتش واش دابا كانوا ساكنين الناس شحال هادي، حيتاش ما يكونوش غير داروا هادشي بحال هكاك على والو. هنا ما كاين والو، كاين هاد اللعيبات مقطعين بحال هكا، وهادي راه حجرة كاملة وحدها. اللي هي كاينين الكهوف، ولكن يقدروا يكونوا هادو كنا مع المدة يعني خسروا ولا تردموا. يقدر مثلا يكون هذا كان بيش كبير ديال بصح، يقدر يكون كان مثلا جبل، يقدر يكون الكثير من الاشياء. يقدر يكون مثلا ديورا دابا راهم كاينين لتحت، وتحت من هنا كاينين بيوت وديور. ممكن كل شيء ممكن. دابا غنجيب الموتور وننزل من هنا، هو خاصني نمشي لبلاصة أخرى. أنا صراحة راه ما كنحشمش، والله ما كنحشم. شوف كاينين الناس تما، هذاك غير على سارح الغنم. معرفتش واش نجيب الموتور نريسكي نمشي نطلع من هنايا، ولكن نقدر يعني نطيح في شي بلاصة مثلا بحال هكا، بلا غادي ما نشوفهاش تنزل تحت، فشوية خطر. هي صراحة بلاصة زوينة، ريلاكس ريلاكس. شوف مع الموتور كيف محطوط. ناخد واحد الصورة للموتور من هنايا وانا جاي. عجبتني هاد البلاصة بحال هكا. السلام عليكم، كيف حالك؟ عربي نو؟ عربي تحكي عربي؟ اه اوكي. غنصدق دير شي حاجة وغنصدق نندم عليها صراحة. نمشي نزور البلاصة الأخرى. اخوان انا راه عارف راسي ما كنحشمش صراحة. شو فين غادا السيمية؟ ايه السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ غتسولوني فين، واش عارف فين غادي؟ لا. ولا علاش غادي؟ حتى هي لا. صراحة ما عرفتش هادشي علاش دايرينو، ولا اشنو كان فيه، واش كانوا ساكنين الناس،
ولا اشنو، ولكن ندير واحد الحاجة، غنحاول ندخلو لواحد من هادو نشوفو شنو كاين. هادشي فكرني فواحد البلاصة في أفغانستان كنت مشيت ليا دايرة بحال هكا، باميان. أوه بيوت، أوه واو، هادي حاجة واعرة هادي. شكون كاين داخل أخرى؟ واو، بيوت والله إلا بيوت بحال الدار، حاجة غريبة. شوفوا معايا هنايا دابا كاينة الحدود، شحال من حدود كاينة. كاين هاد الكرياج، وعاد باش كاين واحد كرياج اخر، وعاد باش الحيط، وبان لي حيط اخر ملي، ولكن نشوف واش كاين وسطو عاوتاني الحديد ولا شي حاجة. عاد باش العسكر من الجهة السورية معرفتش، حتى من الجهة السورية غيكونو دايرين الكونترول بزاف. أول خطرة غنشوف شي حدود زعما بحال هكا قريبة بزاف وفيها التزيار. فالإخوان صراحة هذا الفيديو أظن كان غادي يسالي هنايا إن شاء الله. حيتاش دابا بقات غير الطريق، يعني ما كايناش شي حاجة اللي مهمة نشاركها معكم. فإن شاء الله غدا أو بعد غدا غادي نشوفوا الفيديو فين غادي نمشيو إن شاء الله للحدود. يا رب دعاو معايا الإخوان، دعاو معايا يعطوني الفيزا عند الوصول وندخل إقليم كردستان اللي هو شمال العراق، ومن بعدها إن شاء الله يكون خير وندوز للعراق. فأظن كأننا غنوقف في شي بلاصة قريبة